إذن مشاهدينا الكرام، أجدد الترحيب بكم في هذه الحلقة من برنامج حماة الوطن. المعارك على أشدها في العديد من الجبهات، خاصة جبهتي نهم وتعز، وهناك تطورات أيضا في الميدان اليوم في محافظة حجة وتحديدا في جبهة ميدي. أدت هذه التطورات إلى تقدم للجيش الوطني والمقاومة الشعبية، وتسببت في مصرع قرابة 20 من ميليشيات الانقلاب المتمردة في هذه الجبهة، كما استشهد أحد قادة الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وهو العميد صالح الخياطي. سيكون معنا الآن عبر الهاتف الأستاذ نبيل الفقيه، الناشط والإعلامي في المركز الإعلامي للجيش الوطني. أستاذ نبيل، مرحبا بك. سلام الله عليك أخي فوزي. كنا نتابع الأخبار الواردة من مختلف الجبهات، وهناك أنباء عن استشهاد العميد صالح الخياطي. كيف جرى استشهاد العميد وكيف هي الأوضاع في جبهة نهم في جبهة ميدي عفوا؟ أولا نترحم على الشهيد الخياطي، وهو من الرجال الذين كانوا في الصفوف الأولى. استشهد الشهيد الخياطي وهو كان في الصفوف الأمامية، وأدى إلى استشهاده أثناء معارك كانت شبه طفيفة في مقدمة الجبهات. والرجل كان برتبة عالية، لكنه كان أمام جنوده وفدى بنفسه من أجل أفراده وتقدم إلى الصفوف الأولى، مما أدى إلى استشهاده. وهذه هم أبطالنا وهم شهداءنا، وهم الذين يعني يستطيع أن نقول عنهم هؤلاء من يرسم اليمن الجديد، من يرسم ثورة جديدة تقتلع كل هذه. الشهيد الخياطي رحمه الله كان قدوة في المعسكر، كان قائد، كان أب، كان مربي، كان كل الأفراد يحن، لكنه لم يكن من مثل ما يعمل أنصار صالح والحوثي، يرمون بأبنائهم ويرمون بالأطفال ويرمون بأبناء القبائل في المقدمة، وهم في الخلف، وكذلك في مختبئين في كل أزقة شهداء. لكن قاداتنا هم في الميادين، هم السابقون، وهم الذين يبعث فيهم الأمل. نعم، قد لا نكون أن نريد أن نضحي بأحد، وكل فرد هو غالي علينا جميعا، سواء كان عسكري أو ضابط أو قائد، لكن هذه هي طبيعة المعارك، والشهادة هي جزء من المعركة. والمعركة عندما تكون في المعركة تحس ما معنى الشهادة، يا إما أن تكون جريح، قد تكون أسير، قد تكون شهيد، قد تنتصر. هذه هي أدوات المعركة، ورحم الله الشهيد لم يمت ما دام ربى هناك رجال. أستاذ نبيل، هذه الظاهرة استشهاد القادة في الجيش الوطني تنعكس إيجابيا كما أشرت على معنويات المقاتلين، خاصة وهم يرون بأن قادتهم يتقدمون الصفوف ويواجهون بأنفسهم هذه العصابة الإجرامية. كيف تقرأ ذلك وفي المقابل قادة الانقلاب يختبئون في كهوف وبدرومات ويدفعون بأبناء الناس وبأبناء القبائل لمواجهة الشرعية ولمواجهة أبناء جلدتهم؟ أنت كيف تفسر ذلك من وجهة نظرك؟ أنا أفسر عندما يكون صاحب مشروع وصاحب هدف فهو يضحي من أجل هذا الهدف، لكن عندما يكون صاحب مشروع أناني وفردي ودنيوي فهو سيختبئ من أجل مشروعه السلالي الفردي الذي لا وزن له ولا قيمة. لكن صاحب الهدف، صاحب المشروع، هو من يقدم نفسه. لنا برسول الله قدوة حسنة في قادات الجيش الإسلامي، لنا في قادات الفتوحات وما حولها، لأنهم يحملون مشروع، وهؤلاء هم يريدون أن يتحرروا من العبودية، من السلالية، من المذهبية. نريد وطن للجميع. فلذلك لماذا يتقدم القادة؟ قد لا نريد أن يتقدم القائد، نعم، الأول من أجل خبرته ومن يكتسباته سينعكس ذلك، لكنه بالأخير هذه أدوات المعركة كما قلت لك، هي إما أن تنتصر، أما أن تكون جريح، أما أن تكون أسير.
والبقية للعلم أفراد الجيش، لدينا أفراد الجيش الذي يدافع عن الشرعية وعن الوطن هم ناس جامعيين وهم من ذو الاختصاصات ومن ذو الخبرات، لم يكونوا مثل ما هؤلاء قطيع يجمعهم مشيخ علي صالح، يجمعون مشيخ، وكذلك المتحوثين يجمعون أفراد من القبائل كأنهم يجتازون قطيع ويضمهم إلى محرقة الحوثي وصالح. أستاذ نبيل أنت تتحدث حول نقطة مهمة جدا، وهي أن الجيش الوطني اليوم يتشكل من النخب ومن الشباب المتعلم والواعي والمدرك والأكاديمي في ذات الوقت. هذه أيضا ظاهرة صحية في بناء مؤسسة عسكرية وطنية متماسكة. نعم بالفعل يا فوزي، المعركة إذا جينا لها من باب تنظيري فكري، المعركة هي بين جيل متعلم يتطلع إلى دولة مدنية وجيل يريد أن يعيش تحت وطأة المستبد، من أجل وتحت وطأة المستبد لا يريد أن يفكر ولا يريد إلا أن يكون تحت المستبد. تنقذه أنقذناه في 2011 لكنه انعكس علينا. هذه المعركة بين جيلين، وهي إذا جئت إلى أي ثورة أو أي حضارة هي تتمثل في 4 مراحل: الصحوة واليقظة والنهضة والحضارة. مرحلة الصحوة ومرحلة اليقظة هو الآن استيقظنا على جيل متعلم يريد أن ينهض مثل بلدان العالم، وجيل أراد أن يكون إلا أن يكون عبيد للسيد، عبيد للمستبد. هذه هي المعركة بوجه تنظيري إذا ابتعدنا عن الوجه العسكري وغيره. الأفراد الذين هم في المعسكرة الآن هم من الجيل النوعي، قد نأسف عليهم لكنه بالأخير هذه كما قلت ظاهرة صحية للجيش الوطني. ولو رأيت كنا مثلا في أحد جبال نهم 10 أطفال يصعد إلى الجبل رغم أن الجبل قد سقط، وسقطوا هؤلاء 10 قتلى، ولو كانوا وهم يعزوهم إلى المحرقة لو كان يعلمون أن هناك الجبل هذا قد في يد الشرعية لما صعدوا، لكنهم يضللوهم عسى أن يحققوا نصر في هؤلاء، أو حتى يلتقط صورة ويقول استرجعنا جبل المنار. جهل لا يعرفون شيء، لكن بالمقابل هناك عندما رأيت ناس يحملون شهادة الدكتوراه في التوجيه المعنوي وقادة. هذا بالعقيدة اليوم الخياطي هو لديه شهادة دكتور في العلوم العسكرية، وهو عميد ركن، يعني لديه شهادات وخبرات. فشهداءنا أبطال، شهداءنا من الجيل المتعلم، وهذه ضريبة الثورة لابد أن ندفعها من أجل أن لا يدفعها أبنائنا وجيل. إذا تركنا ميليشيا الحوثي وصالح بالفعل سيندم جيلين فيما بعد. أستاذ نبيل، بالفعل كلامك هو عين المنطق. لا بد من أن ندفع الضريبة حتى ينجو أبناءنا من دفع هذه الضريبة. أيضا الأبطال المرابطين في جبهات القتال المنضمين إلى وحدات الجيش الوطني من المتعلمين والمثقفين ومن شباب المختلف الانتماءات اضطروا للانخراط في صفوف القوات المسلحة، لأن الميليشيا الانقلابية عادت كل من في هذا البلد وواجهت الجميع ولم تترك لأحد. بدأت بالأكاديميين والمتعلمين. كيف لشباب يرى أفراد أو زملاء له في السجون ويتراجع؟ هذا كلام غير منطقي. إذا ما عدنا إلى الواقع الميداني، دعني أسألك عن تطورات المشهد في جبهة نهم تحديدا، وأيضا في جبهات حرض والبقع. هي أكثر التهابا هي كانت بجبهة نهم، حيث واصل التقدم واستولوا على عدة تبات فيما بعد جبل المنار، وهو سد مكان فيه سد فيما بعد جبل المنار وتبة أخرى. وللعلم لكي يعلم المستمع الكريم، يقول أننا نظلل عليه عندما تسقط تبة يعني تريد تضحية ويريد تخطيط عسكري ويريد تكتيك، لأن الجبال وعرة جدا وأنت لا تريد أن تضحي بأفرادك وإلا لو أردنا الانتصار يعني لضحينا بالأفراد، لكن القوة الحقيقية هو الفرد، والجبال وعرة صعدها الحوثي بدون أي مقابل، لكن نحن صعدناها تحت أزيز الرصاص واستولوا عليها. هناك في أمس اشتباكات متقطعة 5 قتلى من ميليشيات الحوثي في جبهة صرواح. أما جبهة نيدي كان هناك اشتباكات طفيفة لا تقدم، ولكنهم أمام خط النار ومستعدين لأي مواجهة إذا ما دعموا هنا.
والمعركة هناك في ميدي هي على أرض ليس فيها جبال، يستطيع الجيش أن يتقدم إذا ما كان هناك نية عسكرية أو نية إشارة سياسية ونية عسكرية. الشباب كما أخبروني هناك يعني على استعداد عالي، وفي أنفسهم أنهم يريدون أن يخوضوا معارك، لأن معاركهم قليلة هناك مثل بقية المعارك، لكن هذا تخطيط عسكري قد نحترمه ونقدر أسرار القيادة العسكرية. لكن وكذلك في تعز هناك اشتباكات كانت قوية وقتلى للحوثيين كما جاء لنا أخبار إلى المركز الإعلامي، حيث أن جبهة تعز تعد الحلقة الآمنة في ضم هذه المعارك. تهاوت الميليشيات وصارت المدينة بعيدة إلا من الكاتيوشا الحوثي، وهي كاتيوشا جبانة قد تصل إلى مدنيين وغيرها، لكن الرجال هناك عزيمة وإصرار في أستاذ نبيل في نهم هناك صور نشرتموها في المركز الإعلامي للجيش الوطني عن عودة نازحين إلى قراهم ومنازلهم بعد أن شعروا بالأمن الذي فرضه الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بعد استعادة السيطرة عليها. ماذا عن هذا الموضوع؟ هؤلاء هم أفراد من أولى قرى نهم وبداية مديرية نهم، كانوا لاجئين هنا في مأرب، وأثناء تطهير القرى من هذه الميليشيات وهي عدة قرى رجعوا الأهالي إلى أماكنهم وبدأت الحياة طبيعية، وهم يحمدون الله عز وجل على هذه الانتصارات، لأن عندما أتوا الحوثي هيمنوا عليهم وأخذوا بيوتهم. زرنا ذات مرة هؤلاء البيوت بعد تطهيرها وجدناها بيوت خاوية، قد سرقوا مالها وقد طردوا الأهالي. الآن بدأوا الأهالي يعودون إلى هذه القرى. كانت فرحة عارمة لدى الأطفال، بيوت بسيطة، مساكين يعيشون على أبسط الأشياء، لكنهم يريد وطن يعيش فيه مكان، لأن الأرض هي جزء من حياة الإنسان ومن هويته. إذن على هؤلاء الأطفال كما نشرنا في فيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي ولبعض القنوات كما شاهدتم. نحن أيضا عرضنا هذه الفيديوهات، وكنا قبل قليل يعني كان هناك تقرير يسلط الضوء على عودة هؤلاء النازحين، وهذا هو ما يرجوه اليمنيين من الجيش الوطني، أن يعيدوا المشردين إلى قراهم بعدما طردتهم الميليشيا الانقلابية وحولت كل هذه المنازل والقرى إلى ثكنات عسكرية. من المركز الإعلامي للجيش الوطني كنت معنا أستاذ نبيل الفقيه، أشكرك جزيل الشكر. كما سأكون معكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل لاستكمال هذه الحلقة ولتسليط الضوء على جانب من أنشطة وفعاليات الرفض الشعبي والرسمي لممارسات أو لخارطة شرعنة الانقلاب. فاصل قصير ومن ثم نعود، ابقوا معنا.